هنا يرقد الفنان هشام بهلول منذ يوم الأحد الماضي، وهنا خضع لعملية جراحية على مستوى الرأس والأعضاء. هشام عندما دخل إلى المستشفى كان بين الحياة والموت. عنده ارتجاج في المخ ديالو اللي تسبب له في حالة غيبوبة، اللي بقى في الغيبوبة اللي هي الكوما مدة تقريبا أسبوع، وحاليا بدا تيفيق شي شوية من داك الغيبوبة ديالو، وإن شاء الله كل نهار تيبان شي تحسن جديد عليه. لهشام الفنان العديد من المحبين والزملاء والأقارب كلهم يتقاطرون على المستشفى لتتبع حالته الصحية التي طرحت في البداية علامات استفهام. الحمد لله، الدعاء ديال الناس وكل المغاربه والمحبين والمعجبين ديالو وقفوا معاه، وكنتمنوا ليه الشفاء ان شاء الله. هذا قدر الله سبحانه وتعالى، اللي حادثه سير اللي كنتمناه هو الشفاء العاجل لهشام، والحمد لله راه دابا كيتماثل يعني نهار على نهار. خوفا على تدهور وضعه الصحي تم منع الولوج إلى قسم الإنعاش، حيث يخضع هشام بهلول للعناية المركزة. انه انسان معطاء بزاف، كيفكر في الاخر اكثر من اللي كيفكر في نفسه. داكشي اللي داكشي اللي في جهده، واللي في استطاعته، في صحته، واللي في جيبه، كلشي في يد الاخر. إذا كان هشام متفوقا في المجال الفني، فإنه بالمقابل ترك بصمات في العمل الاجتماعي بمساهماته الكثيرة في دعم الفئات الفقيرة في الجبال والسهول ودفاعه عن القضايا الإنسانية إلى جانب زملائه الفنانين. هشام الرياضي يجيد مداعبة الكرة بسحر، كأنه يقوم بأداء دور في فيلم درامي من أجل إثبات الذات والعودة من جديد.